تبتدي إن أنتِ تدهني كريم الحشيش، وبعد كده تجيبي شعرِك كله على قدّام تسرّحي من تحت لفوق، أوكي، من عند الجذور كده من عند الرقبة، من ورا تسرّحي لحد تحت، وتعملي كحكة من قدّام. تاني يوم هتلاقي شعرِك مفرود بالضبط زي زمان الناس اللي هي كانت بتعمل طواقي للشعر، يقول لِك اعملي طاقية للشعر وفُكيه واعملي طاقية الناحية التانية عشان يبقى ناحية مفرودة والناحية التانية تبقى زيّها. الكحكة بقى بتفرد زيّها زي الطاقية بالضبط. ده كريم الحشيش أنا هاوريه لكم من جوّه. أنا مستخدماه زي ما أنتم شايفين كده، ريحته حلوة أوي. طبعًا محطوط فيه زيوت كتير جدًا، جدًا، جدًا. طبعًا هو مش مكتوب إيه الزيوت اللي فيه، بس طبعًا أنا لمّا ترجمت إن هو بيفرد الشعراية وبيمنع التقصف والهيشان، وفيه كمية إن أنتِ تدهني كريم الحشيش، وبعد كده تجيبي شعرِك كله على قدّام تسرّحي من تحت لفوق، أوكي، من عند الجذور كده من عند الرقبة، من ورا تسرّحي لحد تحت، وتعملي كحكة من قدّام. تاني يوم هتلاقي شعرِك مفرود بالضبط زي زمان الناس اللي هي كانت بتعمل طواقي للشعر، يقول لِك اعملي طاقية للشعر وفُكيه واعملي طاقية الناحية التانية عشان يبقى ناحية مفرودة والناحية التانية تبقى زيّها. الكحكة بقى بتفرد زيّها زي الطاقية بالضبط. ده كريم الحشيش أنا هاوريه لكم من جوّه. أنا مستخدماه زي ما أنتم شايفين كده، ريحته حلوة أوي. طبعًا محطوط فيه زيوت كتير جدًا، جدًا، جدًا. طبعًا هو مش مكتوب إيه الزيوت اللي فيه، بس طبعًا أنا لمّا ترجمت إن هو بيفرد الشعراية وبيمنع التقصف والهيشان، وفيه